يا أهلا وسهلا، اشتقنا للوصفات. بسوي كوكيز بطريقة مرة سهلة. عندي هنا 100 جرام زبدة وبيضة وسكر أبيض وسكر بني. هذا النوع السكر البني اللي يجي رطب، بيكنج باودر، كربونات صوديوم وطحين، والشوكولاتة عادي أي نوع الشوكولات موجود عندكم. الزبدة طبعا بحرارة الغرفة، والسكر الأبيض والسكر البني. بعدين نضيف بيضة وفانيلا ونخلط، واضيف كاس ونص طحين ابيض، بيكنج باودر وكربونات صوديوم. كذا خلاص خلصنا. خلاص نوقف الخلاط ونخلطه باليد، نضيف الشوكولاتة ونخلطه كذا. الحين كذا خلصت، بدخله بالفرن بس تقريبا 8 إلى 10 دقائق، بس قبل بدخله بالفريزر بعدين بالفرن. طلعت الكوكيز ما شاء الله، خيال بنات لذيذ. طبعا هذه الطريقة أنا معتمدتها من زمان. تعال 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 شوف. ما شاء الله تبارك الله. وريني ايش رايك تفتح نشوفها؟ ابى افتح من دون ما تقولي ايش رايك. ما شاء يا الله مي مرة يومي يومي. شوف 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 ايش رايك؟ شوف 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 شوف. طبقة من فوق مقرمش ومن جوا مليان شوكولاتة. أهم شيء عاد الملح. بعطيك قاعدة. شوف شوف الشوكولاتة، ترى برد بنات الكوكيز، برد ما شاء الله. شوفي بعطيك قاعدة عن الكوكيز. أنا الكوكيز اللي أحترمه أحب الملح. ليش؟ ليه؟ يعطي كسرة بالطعم غير طبيعية. خيال الملح عاد مع الشوكولاتة. إيه بس الكوكيز اللي أحترمه اللي زين ولذيذ موزون أحطه ملح. واحدة ثانية. قولي بنتلذذ بواحدة ثانية. صح. شفت ما شاء الله يومي. شوفي أنا أنصح أي أحد أخذ الطريقة هذه يقول الحمد لله الشكر لله. احمد ربكم قاعد يعطيكم نصايح اليوم. والله ليش؟ قولي ليش؟ ليش؟ لأنه قليل ترى الكوكيز في وصفاته زينة. صادق. والله قليل. هذه خيال. أنا ودي بس مضبوطة. اسمع الصوت مقرمش من برا مرة. خيالي. بنات الوصفة مضبوطة 100%. لا خلي الوصفة نصيحة بس جرب، ما انت خسران شيء. صح صح عليك.